السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة أورينت يور سيلف وأنا حسين السيد. أحييكم. عباس حلمي الأول هو عباس ابن أحمد طوسم باشا ابن محمد علي باشا، حاكم مصر بين عامي 1848 حتى عام 1854، وهو واحد من حكام الأسرة العلوية. ولد عباس حلمي الأول في جدة عام 1813، ولم يكمل تعليمه بسبب إنه كان غبي جدا وكسول. جده محمد علي أتى به من الحجاز وحاول يعلمه الملوكية ومسكه وزارات ومحافظات، ولكنه فشل في إدارتهم وتم إعادته إلى الحجاز مرة أخرى. وبعد فترة قصيرة توفى عمه إبراهيم باشا بمرض السل، ثم بعد 6 شهور مات جده محمد علي باشا. واستنادا لقانون التوريث فالأكبر يحق له الحكم، فتولى عباس حلمي حكم البلاد عام 1848. فشل عباس حلمي الأول في إدارة البلاد، ففرض الضرائب وفرض عقوبة الجلد على الشعب بدلا من السجن. الجرائم الكبرى 200 جلدة والصغرى 100 جلدة. تم قفل كل المدارس اللي فتحها محمد علي باشا، وقال أن المصريين لا يستحقوا التعليم. ثم طرد المعلمين الأجانب من مصر، ونفى الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى السودان بسبب اعتراضه على أسلوب الحكم، وفرض الإقامة الجبرية على عمه محمد سعيد باشا في الإسكندرية. يعتبر البعض عهده عهد رجعية، وقفت فيه حركة التقدم والنهضة التي ظهرت في عهد جده محمد علي باشا. كان في جدة عندما توفى عمه إبراهيم باشا، فاستدعى إلى مصر ليخلفه على سدة الحكم تنفيذا لنظام التوريث القديم الذي يجعل ولاية الحكم للأرشد فالأرشد من نسل محمد علي باشا. تولى عباس حلمي الأول الحكم في 24 نوفمبر عام 1848. تولى الحكم لمدة 5 سنوات ونصف، وكان يبدو خلالها غريب الأطوار، فيه ميل إلى القسوة، سيء الظن بالناس، ولهذا كان كثيرا ما يأوى إلى العزلة ويحتجب بين جدران قصوره. وكان يختار لبنائها الأماكن المعزولة في الصحراء، ومن القصور التي بناها سرايا الخرنفش وسرايا الحلمية بالقاهرة، حيث بنى قصرا بصحراء الريدانية التي تحولت إلى العباسية، أحد أشهر أحياء القاهرة، والتي سميت من ذلك الحين باسمه، وكانت في ذلك الوقت في جوف الصحراء. كما بنى قصرا في بنها على ضفاف النيل بعيدا عن المدينة، وهو القصر الذي قتل فيه. وكان عباس حلمي الأول سيء الظن حتى بأفراد أسرته وبكثير من رجال جده محمد علي باشا وإبراهيم باشا، وخيل له الوهم أنهم يتآمرون عليه فأساء معاملتهم، وخشي الكثير منه على حياته، فرحل بعضهم إلى الأستانة والبعض الآخر إلى أوروبا خوفا من بطشه. وبلغ به حقده على من يستهدفون غضبه، وحاول قتل عمته الأميرة نازل هانم، واشتدت العداوة بينهما حتى هاجرت إلى الأستانة خوفا من اغتيالها. كما انتشرت الجاسوسية في عهده انتشارا مخيف، فصار لا يأمن على نفسه حتى من أقرب الأصدقاء، وكان من يغضب عليه ينفيه إلى السودان ويصادر أملاكه. كان عباس حلمي يعشق ركوب الخيل، وكان يقطع بهما مسافات في الصحراء، فالخيل كانت من أهم هواياته، وأنشأ لها الإسطبلات، كما كان ينفق عليها بسخاء. اغتيل عباس حلمي الأول في قصره في بنها في 13 يوليو عام 1854 نتيجة مؤامرة من مؤامرات القصور في ذلك الوقت. ثم خلفه عمه محمد سعيد باشا، ولم يتبقى منه سوى تاريخه المسيء لعائلة محمد علي باشا. وها هو التاريخ يروي لنا تاريخ حكام مصر بما لهم وما عليهم. شكرا لحضراتكم، ونتمنى أن ننال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب حتى يصلك المزيد. Thank you for watching.